السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله بشيء الرحمن يا جماعه جايب لكم فيديو جديد وان شاء الله بشيء الرحمن يا جماعه. بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي. الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم ايه؟ عن 5 جنيه وال5 جنيه كل العصور بتاعتها. وال5 جنيه النهارده بتجيب كام وكان زمان بتجيب كام؟ وال5 جنيه تبدا من سنه كام لسنه كام؟ بس قبل ما نبدا هنصلي على النبي. تعالوا نبدا ونسمي الله. اول 5 جنيه اللي هي بتاع العصر بتاعنا دلوقتي اللي هي ايه؟ شغاله. دي سنه كام؟ 5 جنيه ديت عليها القلعه اهي بال5 جنيه. سنه كام؟ 2022 2/6/2022. دي ال5 جنيه الحاليه اللي احنا كلنا عارفينها، كلنا بنصير 5 جنيه. يعني دي الخمسه بخمسه زي ما هي ما فيهاش اي زياده. دي ال5 جنيه الثانيه دي بقى دي مش مكتوب عليها تاريخ. دي ال5 جنيه طبعا حاليا مش موجود منها، قليله جدا بس بتجيب فلوس كويسه جدا. الشكل ده يا جماعه مش الشكل ده عشان حد يفرق، الشكل ده حاجه والشكل ده حاجه. 5 جنيه دي اللي تفرق، اللي عليها شغل الزخرفه وده الظهر بتاعها. 5 جنيه دي لو معاك بتبيعها بتجيب لك فلوس كويسه. تعالوا نجيب لكم ال5 جنيه اللي بعد دي. ال5 جنيه دي سنه كام؟ 1978 مكتوب عليها البنك المركزي المصري. خمس جنيهات من تحت كده مصريه القاهره 2 نوفمبر 1978 عن البنك المركزي المصري. المحافظ البنك الامضه بتاعته هي التاريخ بتاعها من تحت اهو، الرقم اللي هي واخداه الظهر بتاعها. بس ال5 جنيه دي شبيهه عاليه تلف، كل واحده ظهرها يختلف عن الثانيه. دي الظهر بتاعها حلو خالص. بس لو لاحظتوا هنا تلاقوا نفس الرسمه دي، رسمه في النص دي الرسمه دي هي دي بالظبط. رسمه هي من الرسمه الفرعونيه هي واحده وبرده متكرره هنا. يعني الرسمه دي كل عصر، يعني كل 5 جنيه الرسمه الفرعونيه دي ما اتغيرتش. دي بالنسبه للظهر ده المعبد وده الرسمه الفرعونيه. هنا مفيش معبد، هنا مفيش معبد برده، هنا في معبد في رسمه فرعونيه. ده الفرق بين العصور لبعضها. تعالى بقى ايه اقدم 5 بقى. دي بقى مكتوب عليها ايه؟ ودي يعتبر اغلى 5 جنيه مكتوب عليها البنك الاهلي المصري. دي بقى مكتوب عليها ايه تاني؟ سنه كام؟ 25 يونيو سنه 1898. دي بالنسبه ل5 جنيه اغلى، يعتبر اغلى 5 جنيه. تعالى بقى من تحت كده مكتوب ايه؟ القاهره 4 يوليو 1959. طب ايه الفرق بين التاريخ اللي فوق والتاريخ اللي تحت؟ ده تاريخ الصادر بتاعها اللي فوق. بص لو كده من فوق من جنب كده ده تاريخ الصادر ليها 25 نوفمبر سنه 1898. 5 جنيه مكتوب عليها 5 جنيهات. من تحت كده البنك عن البنك الاهلي المصري. مكتوب من تحت ايه؟ عن البنك الاهلي المصري. القاهره 4 يوليو سنه 1959. ده قيمه المحافظ وده الرقم بتاعها. حتى بص كده في الجنب لاحظ حتى كلمه 5 جنيه بشغل غير الشغل بتاع ال5 جنيه الثانيه. وده الرسمه الفرعونيه اللي احنا عارفينها. دي مختلفه طبعا عن ال5 جنيه الثانيه. وهنا القلعه برده حتى هنا الشغل مختلف. يعني بص هنا شكل اهو، وهنا شكل، وهنا شكل، وهنا شكل. دي يا جماعه يعتبر اغلى 5 جنيه. يعني 5 جنيه ممكن تعمل معاك 500 جنيه النهارده. دي اللي مكتوب عليها البنك الاهلي المصري اللي هي سنه كام؟ سنه 1858. ومن تحت مكتوب عليها القاهره 4 يوليو 1959. 5 جنيه دي يا جماعه عشان ما فيش حد يقول لي لا 5 جنيه دي. هتلاقي رسم 5 جنيه هنا مختلف وال5 جنيه هنا من فوق مختلف. الظهر بتاعها هتلاقيه مختلف خالص عن الخمسات اللي معايا كلها. الظهر بتاعها تحس اللي هو زي الشغل الروماني. 5 جنيه مختلف ازاي؟ ده اكنها في العصر الروماني. الشغل بتاعها اكنها معموله في العصر الروماني. تعالي نشوف بقى كل ظهر واحده تحس كلهم زي بعضيهم الا هي 5 جنيه دي هي اللي مختلف. الشغل بتاعها مختلف عن كل الخمسات. يعني ده هنا فرعوني هنا بقى اللي هو ايه؟ رسم روماني. تلف دي عندي خالص ويعتبر دي اغلى 5 جنيه. ممكن 5 جنيه دي تجيب معاك 500 جنيه. لو معاك ال5 جنيه دي تبيعها وانت مطمن. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم والمعلومات اللي انا هعطيها لكم بشيء الرحمن يبقى صحيحه. وشكرا لكم. بص يا جماعه ال5 جنيه والفرق اللي بقول لكم عليه. في هنا معبد، في هنا رسمه فرعونيه، في هنا في فرق بين ال50 ازاي؟ دي مختلف عن دي. رسمه فرعونيه والقلعه في الوش. هنا القلعه بس. هنا رسمه ال5 جنيه هنا هي نفس 5 جنيه بس هنا على صغير وهنا على كبير. يا رب يا جماعه الفيديو بتاعنا يعجبكم وشكرا لكم. شكرا على اي حد بيتابعني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.